قبل ما نحكي إزاي المسلمين دخلوا الأندلس، لازم نجاوب على سؤال أخطر بكتير. إيه الفرق بين الفتح والغزو؟ وليه كلمة واحدة منهم بنت حضارات والتانية هدت شعوب كاملة؟ قبل ما نفتح صفحة الأندلس لازم نقف قدام كلمة خطيرة، كلمة غيرت مصير شعوب وهدت حضارات كاملة، كلمة اسمها الغزو. الغزو مش حدث، الغزو حالة لما الظلم يلبس بدلة عسكرية ويقرر إنه يمشي فوق الناس. الغزو هو دخول بلد يحكمه أهلها الحقيقيون، اللي اتولدوا فيها وعاشوا فيها، واللي كل شبر فيها شايل بصمة منهم. بلد مستقرة هادية لها تاريخ معروف، وفجأة يدخل عليها جيش غريب، جيش ما يعرفش أسماء الشوارع ولا ريحة البيوت ولا صوت الجد اللي بيأذن الفجر. يدخل مش عشان ينشر عدل، لكن عشان يفرض نفسه بالقوة. الغزو هو لما القوة تتطور وتتحول من حماية لأداة سرقة، سرقة أرض، سرقة حياة، سرقة مستقبل. تخيل إن جيش كامل يقتحم مدينة كاملة مش بتاعته، يدخل البيوت، يركل الأبواب برجله، يطرد الناس من غرفهم، يمسح اسم العيلة المعلق على الباب ويحط مكانه اسم جديد، اسم ملوش أي علاقة بالتاريخ. الغزو هو الأم اللي شايلة طفلها ولسه ريحة اللبن في هدومه، بتجري وسط الركام، تراب بيغطي عينيها، زجاج مكسور تحت رجليها، والطفل ماسك فيها بيبكي من غير ما يفهم ليه الدنيا بتحترق حواليه. الغزو هو الشيخ اللي واقف قدام بيته المهدم، واقف مش قادر يتنفس، مش مصدق إن ذكريات عمره اتحولت لحجارة. هو نفسه اللي زرع الزيتون بإيده، يشوف الشجر اللي رباه بيتقطع ويتحرق، ويشوف أرضه وهي بتتسحب منه شبر ورا شبر. الغزو هو لما يبقى في حواجز بينك وبين مدرستك، بينك وبين صلاتك، بينك وبين مزرعتك، وتقف قدام جنود لابسين زي عسكري حديث، خوذ داكنة، سترات ثقيلة، أسلحة حديثة لامعة، عيون جامدة، لا رحمة ولا إنسانية. الغزو هو الطوابير الطويلة، شباب واقفين بالساعات يتفتشوا واحد واحد، يتبصوا لهم كأنهم مش أصحاب الأرض، كأنهم ضيوف مش مرغوب فيهم. الغزو هو لما الجيش الغريب يدخل مدينة ويحاصرها، يبني جدران، يسد الشوارع، يمنع الناس من الصلاة في دور العبادة، يمنع المزارعين من أرضهم، يغير أسماء الشوارع، يقول للعالم الأرض دي بتاعتنا، ولما أصحاب البلد يعترضوا يقال لهم أنتم غرباء. الغزو هو الطفل اللي واقف ورا شباك مكسور، بيبص على جندي واقف بره لابس زي زيتي، خوذة سوداء، سترة ثقيلة، سلاح حديث لامع تحت الشمس. الطفل نفسه مش فاهم ليه وجود الجندي في الشارع أقوى من وجوده هو في بيته. الغزو هو ريحة الدخان اللي بتغطي على ريحة الأمان، والليل اللي بقى كله أصوات انفجارات. الغزو هو البيوت اللي بتتهدى والناس اللي بتتشرد والشعب اللي بيتقصف وهو واقف في أرضه. الغزو هو إن الهوية تتحارب والاسم يتحارب والتاريخ يتحارب. الغزو مش مجرد احتلال، الغزو هو إنك تمسح شعب كامل من الخريطة ومن الذاكرة ومن المستقبل. ولو كان الغزو هو الظلم، فالمقابل الحقيقي له هو الفتح. والفتح مش كلمة عادية، الفتح مفهوم كامل، مفهوم وجود قوة، لكنها قوة عادلة، قوة تدخل بلد مش عشان تمحيها لكن عشان تنقذها. الفتح الحقيقي زي اللي حصل في الأندلس كان مختلف تماما عن أي احتلال عرفه التاريخ. للأندلس قبل دخول المسلمين ما كنتش تحت حكم أهلها، كانت تحت حكم القوط الغربيين، نظام مستبد، طبقة حاكمة بتتحكم في الرقاب بالقوة، وبتسلب الناس حقوقهم، وبتفرض الضرائب الباهظة، وبتظلم الفلاحين، وبتعامل الشعوب اللي عايشة على الأرض كأنها مش أصحاب البلد. كان في ظلم، وكان في قهر، وكان في نظام طاغي كل هدفه الحفاظ على سلطته مش على حياة الناس. ولما دخل المسلمون دخلوا مش كغزاة، دخلوا كقوة بتحمل مبدأ، قوة فاهمة يعني إيه عدل ويعني إيه تعيش الناس في أمان. ما شفتش لا تهجير ولا حرق بيوت ولا طرد سكان ولا محو هوية. الناس مسلمين، مسيحيين، يهود، عاشوا كلهم تحت الحكم الإسلامي بأمان. اليهود تحديداً عاشوا في الأندلس أطول فترة سلام في تاريخهم كله، حوالي 800 سنة من الأمان، مش لأن المسلمين فرضوا عليهم الدين، لكن لأن المسلمين حكموا بالعدل قبل أي شيء. الفتح الإسلامي ما كانش عن السيوف، كان عن الحضارة، كان عن البناء، كان عن إنك تدخل بلد وتخليها أفضل مليون مرة من اللي كانت عليه. في الأندلس اتبنت مدن جديدة، اتفتحت مدارس، اتأسست الجامعات، اتطورت أنظمة الري والزراعة بشكل سبق زمنهم بقرون. في الأندلس اتولد علم جديد، اتولدت نهضة علمية ما كانتش
موجودة في أوروبا كلها وقتها، وأسماء العلماء اللي طلعت من هناك بقت أساس تطور العالم الحديث. ابن رشد الفيلسوف والطبيب اللي جمع بين العقل والدين، اللي أوروبا نفسها ما قدرتش تنهض إلا لما ترجمت كتبه. الزهراوي أبو الجراحة اللي ابتكر أدوات جراحية ما زالت مستخدمة لحد النهاردة، واللي كانت كتبه تدرس في جامعات أوروبا 500 سنة. ابن باجة عقل رياضي وفلسفي سابق لعصره، أثر في علوم المنطق والفكر لأجيال بعده. وحتى في التاريخ والاجتماع يظهر ابن خلدون الأندلسي، الرجل اللي العالم لحد النهاردة بيعتبره الأب الحقيقي لعلم الاجتماع، اللي وضع قواعد فهم الحضارات، واللي قال إن الدول بتنهض وتنهار بقوانين مش بالصدفة. الفتح الإسلامي للأندلس ما كنش فتح عسكري بس، كان نهضة حضارية كاملة، نهضة علم ونهضة فن ونهضة هندسة ونهضة فكر، نهضة بنت حضارة مش هدمتها، نهضة رفعت الناس ما قهرتهمش. الفتح الحقيقي هو إنك تدخل بلد وتسيبها عامرة، مدارسها مفتوحة، شوارعها آمنة، ودور العبادة فيها محمية. الفتح الحقيقي هو إنك ما تمسحش شعب، لكن تساعده يقف ويتعلم ويعيش بحرية. الفتح الحقيقي هو عكس الغزو تماما، الغزو يمحي والفتح يعمر، الغزو يطفي النور والفتح يولع حضارة تشع آلاف السنين. وده اللي المسلمين عملوه في الأندلس، وده اللي خلى العالم كله حتى اللي عاداهم يعترف إن اللي حصل ما كانش غزو، كان فتحا بالمعنى الحقيقي للكلمة. قبل ما نتكلم عن بداية الفتح لازم نرجع خطوة ورا ونشوف الصورة كاملة. الأندلس ما كانتش أرضاً اتفتحت بالسيف وبس، كانت مش على الحضارة، نقطة تحول في تاريخ البشرية، وما كانت جمعت فيه عقول لو اتفرقت على قرون كانت هتغير مجرى التاريخ برضه. تعالوا نبدأ بالعلماء، الناس اللي مش بس خدموا زمانهم، لأ غيروا شكل العالم لحد النهاردة. نبتدي مع أبو القاسم الزهراوي، الأب الحقيقي للجراحة الحديثة. الراجل ده ما كتبش كتاب وخلاص، كتب موسوعة من 30 جزء، موسوعة التصريف. الموسوعة دي فضلت المرجع الأساسي لجراحين أوروبا لمدة 500 سنة، يعني نص ألفية. وفي الوقت اللي كانت الجراحة في أوروبا بدائية، كان الزهراوي بيخترع أدوات دقيقة ويكتب وصفاً علمياً لعمليات ما حدش جه جنبها قبل كده. خيوط الجراحة اللي بنستخدمها النهاردة أول من ابتكرها كان الزهراوي، أدوات كي وأدوات توليد وأدوات جراحات الأسنان، كلها تصنعت لأول مرة في قرطبة. وده دليل واضح إن الفتح ما كانش دمار، كان بناء علمي حقيقي. نروح لعالم تاني، ابن رشد الفيلسوف، الراجل اللي أوروبا مدينة له بنهضتها الفكرية. لما العالم كان غارق في الجهل، كان ابن رشد بيشرح أرسطو بمنهج عقلي، ينقي الفلسفة من الخرافة ويؤسس لفكر جديد. كتبه اترجمت للآتينية والعبرية، وبقت المرجع الأساسي للفلاسفة في أوروبا. مش بس كفيلسوف، ده كان طبيب عبقري، كتب عن النفس والسياسة وروح الإنسان والطب، لدرجة إن بعض المفكرين الأوروبيين قالوا لو لم يظهر ابن رشد لما عرفت أوروبا طريق النهضة. بعده نيجي لابن خلدون، أبو علم الاجتماع، أصوله أندلسية، والراجل كتب المقدمة، كتاب مش مجرد وصف للتاريخ لكن تحليل عميق لقوانين قيام الدول وانهيارها، وعرف فكرة العمران وإزاي المجتمع يبني نفسه قبل أوروبا ما تفهم يعني إيه سوسيولوجي بقرون كاملة. النهاردة الجامعات في العالم كله بتدرس اللي كتبه رغم إنه اتكتب من أكتر من 600 سنة. ونروح للرجل اللي كسر المستحيل، عباس بن فرناس، مش أسطورة ولا قصة للأطفال، ده عالم فعلي، وقام بأول محاولة طيران علمية في التاريخ. لبس جناحين ودرس حركة الهواء وحاول يطير. تخيل ده كان في القرن التاسع، يعني قبل أي محاولة أوروبية بأكتر من 900 سنة. محاولته علمت العالم كله إن الطيران ممكن، وإن فهم الهواء مش ضرب من الخيال، ده أساس علم الديناميكا الهوائية اللي تبنى عليه الطيران الحديث. أما ابن البيطار فهو موسوعة ماشية على قدمين، جمع أكتر من 1400 نبات طبي، نصفهم اكتشافات خاصة به. عمل أول فهرس شامل للأدوية، وأوروبا اعتمدت عليه بشكل أساسي في تأسيس الصيدلة. والنهاردة كتبه لسه موجودة في مكتبات أوروبا لحد دلوقتي. لكن العلوم ما وقفتش هنا، ده كان في ثورة كاملة في التكنولوجيا، أنتجت علوم غيرت الكوكب. ابن الهيثم في البصريات، الرجل اللي أسس علم الضوء ووضع قواعد عمل الكاميرا وشرح الانعكاس والانكسار. والعجيب إن أوروبا نفسها اعترفت إن النهضة العلمية بدأت بترجمة كتبه. الزرقالي، أعظم فلكي في الأندلس، عدد كواكب
حدد مدارات، وضبط الأسطرلاب. بدقة خلت الملاحة الأوروبية تتطور فجأة. الخرائط اللي اعتمدوا عليها في رحلات الاكتشاف كثير منها من عمل الزرقالي. المغريطي عالم الرياضيات، اللي نقل علم الجبر من مجرد حسابات لعلم منطقي متكامل، وهو اللي وضع أساسات الحساب الحرفي اللي تبنى عليه علم الجبر الحديث. وخرائط الإدريسي اللي اتخذها الأوروبيون مرجعاً رئيسياً قبل عصر الكشوفات. وده كله ليه؟ علشان الأندلس ما كانتش دولة عادية، كانت أشبه بجامعة مفتوحة للعالم كله.